السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أولياء الأمور الكرام. بالنسبة لأولياء الأمور اللي بيسألوا على النشرة اللي نزلت بتاعة أبنائنا في الخارج، النشرة دي نازلة علشان تحديد المستوى. طيب ايه هي بنودها؟ أول حاجة بيقولك يعقد هذا الامتحان مع طلاب الدور التاني في المحتوى الدراسي للفصلين، الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي التاني. احنا بنتكلم هنا على الطلاب العائدين من الخارج اللي بيكونوا هما منهج غير منهج مصر، فبينزلوا يمتحنوا مع الدور التاني، مع طلاب الدور التاني. بيمتحنوا في ايه؟ في الفصلين الدراسيين الاول والتاني. مش معنى ان هو نزل الامتحان في الدور التاني يبقى هو مش هيجيله المواد متضمنة يعني الفصل واحد بس، لا، هيبقى في الفصلين الاول والتاني جميع المراحل التعليمية، يعني سواء المرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية. ويحتسب عدد هؤلاء الطلاب ضمن معدلات الندب المعمول بيها، ولا يعقد اي امتحان قبل او بعد هذا الموعد. هما بيكونوا محددين مواعيد الدور التاني طبعا ان شاء الله هيبقى في 13/7. فالطلاب طبعا بتعود تحديد المستوى هيمتحنوا في نفس موعد طلاب الدور التاني، إلا للطلاب الذين حلت ظروف عودتهم من الالتحاق بموعد هذا الامتحان، يعني اللي عندهم ظروف استثنائية يعني. طيب يعقد هذا الامتحان للطلاب المصريين العائدين من الخارج الحاصلين على شهادات لم يتم معادلتها بمثليتها. ازاي يعني؟ هو مش متعادلة الشهادة نفس الشهادة بتاعت مصر، فطبيعي هيدخل تحديد مستوى في مصر طبعا لجميع المراحل برضه. طيب كذلك طلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدين على نظام ابنائنا في الخارج اللي كانت نتيجتهم اجتاز، يعني الطلاب العائدين من الخارج وهم موادهم، قصدي المنهج بتاعهم منهج غير مصري، هيحددوا مستوى. طب طلاب الصف الثالث الاعدادي اللي هم منهج مصري بس نظام ابنائنا في الخارج اللي هو طلاب السفارة ونتيجتهم اجتاز، برضه هيحددوا مستوى، بس طلاب تالتة اعدادي فقط. طيب بالإضافة للحالات المنصوص عليها في القرار اللي منزلينه وبيرغبوا في الالتحاق بالمدارس المصرية. طيب هما نازلين يعملوا تحديد مستوى ليه؟ عشان عايزين يكملوا في مدارس مصر. تمام، دول بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج أو طلاب تالتة اعدادي نظام أبنائنا في الخارج. طيب تالت حاجة، لابد عند عودة الطالب من خارج أرض الوطن التوجه لقسم شؤون الطلبة والامتحانات المديرية التابع ليها. ليه؟ لإصدار خطاب موجه لمدير عام الإدارة التعليمية التابع ليها، عشان ايه؟ يطبقوا المنطقة اللي هو ساكن فيها بالإدارة بتاعته طبقا للمحل السكن بتاعه، والتي تقوم الإدارة بدورها في استكمال باقي الإجراءات لتحديد الصف الذي سيتم تحديد المستوى عليه. يعني الطالب اللي نازل من مصر لازم يتوجه للإدارة التعليمية اللي هو تابع ليها في المنطقة بتاعته عشان تحدد له هيمتحن فين. هل هيمتحن في الإدارة التعليمية التابعة ليه ولا هيمتحن في المدرسة؟ تمام، وبيقدر ان هو يدخل يعني يحدد المستوى في الصف بتاعه، يحددوا له هما كمان في الإدارة الصف اللي هيحدد فيه المستوى بتاعه. بيتوجه ولي الأمر للإدارة التعليمية المختصة بالخطاب الموجه ده، ومع استيفاء كافة الشروط والمستندات الدالة على أحقية الطالب في أداء الامتحان. يعني بيكون واخد معاه كل مستندات الطالب مع الالتزام بشرط السن وفقا لقانون التعليم المصري. يعني لو طالب هنا في الإمارات مثلا بيمتحن وخد الشهادة صف تاني إعدادي ونزل علشان يعمل تحديد مستوى، والطالب ده في تاني إعدادي اللي هو صف تامن مثلا، ونزل لقى ان سنه لا يتطابق مع سن تانية اعدادي هناك، وليكن مثلا سنه هو سن اولى اعدادي، هيروح نازل اولى اعدادي. تمام.